السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، أتمنى يكون الجميع بألف خير. انت كونك دلوقتي ان انت تبقى أهلاوي وتبقى مواطن مصري وتبقى مواطن عربي، فانت عندك من الخنقة والاكتئاب اللي مكفياك وفايضة عليك. يعني انت اما تبقى في كل الضغط ده ويطل عليك الأهلي من الشاشات عشان يديك جرعة من الاكتئاب اللي تخليك بقى مش مجرد مكتئب، لا، ان انت تقوم يعني تقطع شرايينك، تعمل في نفسك حاجة تندم ان انت اصلا فتحت التلفزيون. حاجة تسد النفس. الاهلي بيتعادل مع سموحة اللي ملهاش وجود اصلا الموسم ده. سموحة ملهاش وجود الموسم ده. الاهلي زي الزفت سواء دولي او محلي الموسم ده. ايه السبب؟ احنا مش عارفين ليه التراجع بالشكل ده. النهارده تاني تعادل للاهلي، بيخسر نقطتين. طبعا ده تاني تعادل على التوالي في الدوري. 90 دقيقة لعب الاهلي فيهم وهو مش عارف يوصل لمرمى سموحة. 90 دقيقة أقل ما يقال عليه 90 دقيقة من العك الكروي. كولر هو حاجة من الاتنين، يا عايز يمشي يا خلاص ما عادش عنده حاجة يقدمها مع الأهلي. الفرقة كلها واقعة، وأول تغييراته كانت في الدقيقة 80. أنا مش عارفة ده نسميه إيه لما أنت شايف الفرقة بالمستوى ده وأول ما تبدأ تاخد قرار بتعديل الأداء يبقى في الدقيقة 80. ده ما يتسماش غير إن إحنا بقينا فرقة مفلسة كرويا. إحنا يعني مفيش جملة النهاردة، مفيش تمريرة عدلة، يعني مفيش انسجام نهائي. انت عندك صلاح اللي مفيهوش ريحة الصلاح، صلاح محسن. انا عارفة ان هو مضطر انه يلعبه لان موديست مصاب وكهربا موقوف ومفيش غيره، بس انت برضو ما انت عندك محمد زعلوق، ما تحاول تديله فرصته. يعني ليه صلاح محسن؟ هتقول لي اصل زعلوق لسه صغير. هقول لك يعني صلاح محسن انت شايفه فين؟ عمل ايه؟ انا شايفه ان هو كان هيبقى افضل 100 مره حتى لو هو صغير وخبرته على قده ولاعيب صغير ونازل هيحاول يعني يظهر افضل ما عنده ويقدم افضل ما عنده احسن 1000 مرة من الاداء اللي احنا شفناه النهاردة من صلاح محسن. النهاردة الاهلي بصلاح محسن كان بيلعب ناقص لاعب، ولما ربنا اكرم كولر وعمل تغيير نزل احمد عبد القادر، تحس ان سموحة زادت لاعب. اه والله يعني احمد عبد القادر كان بيلعب مع سموحة مش مع الاهلي النهاردة. انا مش عارفة هو في ايه وايه المستوى الهابط ده، وليه لاعب في الاهلي كان في حالته زي حسين الشحات بقى عليه علامات استفهام، علامات استفهام كتير على حسين الشحات. يعني هو في ايه؟ هو حسين الشحات بيلعب بس لما عقده بيقرب ينتهي عشان يجدد، ولما بيجدد بيختفي. مفيش كرة النهاردة طلعت من رجله سليمة. كمان كريم توفيق ما كانش في حالته، علي معلول كان بعيد جدا وذهنه مش حاضر في الملعب نهائي. النهاردة كل لاعيبة الاهلي دون المستوى.
وكولر ما عندوش حلول. الاهلي بالمنظر ده مش هياخد ولا بطولة الموسم ده، وهنرجع ونقول ان الادارة لازم تتدخل علشان تشوف يعني الراجل ده هيصفي النية ولا يمشي. فمع الف سلامة والقلب دعيله، بس الوضع كده يا ريت يتلحق مع بداية الموسم، عشان يعني لو كملنا بالمستوى ده الدنيا مش هتنفع. اهلي وسموحة النهاردة تعادل، الاهلي ينفرد بالمركز الثاني، وسموحة بتشارك الجونة والمصري في المركز العاشر. نتمنى ان يعني يحصل حاجة. انا متأكدة 1,000,000% ان لما انت تشيل دور مهم زي دور مدير الكورة في الاهلي، لا فارق. السيد عبد الحفيظ كان فارق. وجود مدير قوي للكورة في النادي الاهلي فارق. انفراد كولر بكل حاجة، ادينا شفنا النتيجة. الادارة لازم تتدخل علشان الوضع كده مش هينفع والموسم كده شكرا. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو الفيديو عجبك دعمني، دوس لايك واشترك معايا على قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك. يشرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.